بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. اوعي تكوني لسه بتشتريه بشوية دقيق هتعمليه المشبك الدمياطي بأسهل طريقة ممكن تعمليه بيها. المشبك على أصوله فعلا هو حلويات الغلابة. ليه؟ لأنها مش مكلفة خالص. كل ده اللي احنا شايفينه بكوبايتين دقيق وشوية نشا، مش أكتر من كده. خدوا لفة في القناة هتشوفوا فيها أحلى الوصفات وفيديوهات حلوة خالص للفطير المشلتت. يلا لايكات كتير علشان الفيديو أكبر عدد يشوفه من الناس. يلا نشوف عملنا الوصفة الحلوة دي ازاي. بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول حاجة هنبتدي بيها نعمل الشربات. معايا هنا كوبايتين من السكر معايرهم بمج الشاي. بعد كده هضيف عليهم بنفس المج كوباية من المية، اهو زي ما احنا شايفين، يعني كل كوباية سكر ليها نص كوباية من المية. وهنا معايا ليمونة وملح ليمون، يا اما تضيفي رشة ملح ليمون زي ما انا هعمل كده، يا اما تضيفي نص عصير ليمونة. بعد كده رفعنا الحلة على النار، وبعد ما غلي معانا زي ما احنا شايفين هنهدي النار ونخليها نار متوسطة. ولو لاحظتي اي ريم او اي رغاوي كده ظاهرة على الوش شيليها بطرف المعلقة زي ما احنا شايفين كده. بعد الغليان هنحسب له 7 دقايق وبعدين نطفي عليه النار. حابة تعملي له اختبار فياريت تخلي معلقة كده تخليها تبرديها في التلاجة، وبعد كده هتحطي عليها تنزليها في الشربات. شايفين؟ هتلاحظوا كده في خيوط رفيعة بين صوابعي اهو، شايفينها كده؟ يبقى الشربات معاكي تمام. يلا نشوف الخطوة اللي بعد كده. معايا كوباية مية ومعايرها برضو بنفس المج اللي انا عايرت بيه السكر، وهو برضو اللي معايرة بيه الدقيق. هضيف على المية دي معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وربع معلقة صغيرة او اقل سنة من الملح. هندوبهم كده مع بعض، الخميرة والملح مع بعض، وتكوني متأكدة ان الخميرة بتاعتك شغالة، ما يكونش مركونة عندك ليها مدة وبعدين تقولي لا قدر الله الوصفة باظت مني. بعد كده معايا كوبايتين من الدقيق معايرهم بنفس المج، هنضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا، 3 معالق كبار زي ما احنا شايفين كده، المعلقة مليانة. وهقلب الدقيق والنشا مع بعضه. وخطوة مهمة انك لازم تنخلي النشا والدقيق كده، يعني تغربليهم بلغة الصعيد عندنا. وهنا دي كوباية المية رقم 2، انا نزلت بنص كوباية والنص التاني معايا هنزل بيه شوية بشوية. بعد كده ما خلطنا النشا والدقيق هننخلهم كده او هنغربلهم بمصفى علشان نضمن ان يعني ما يكونش فيهم اي تكتلات كده، ولو ليهم مدة عندنا برضو نضمن ان ما يكونش فيهم اي حاجة ان شاء الله. بعد ما نخلنا الدقيق زي ما احنا شايفين هنبتدي نقلب العجين كده والمية، وبعدين معانا نص كوباية المية التاني ده هننزل بيه شوية بشوية لحد ما نوصل لقوام العجينة المطلوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنقلب فيها كده علشان ننشط مادة الجوليتين، وبعدين نعمل كده عرق للعجينة علشان المشبك يكون معانا هش من جوه ومجرمش كده من بره. نضرب فيها كويس لحد ما نضمن انها مفيهاش اي كلاكيع من العجين. مهمة خالص الخطوة اللي احنا شايفينها دي. بعد ما هنخلص العجينة طبعا هنغطيها وهنسيبها معانا لمدة ربع ساعة بس، مش اكتر من كده. دلوقتي هوريكم القوام بتاع العجينة والسمك بتاع العجينة عامل ازاي. اهو شايفين سمك العجينة كده؟ العجينة معايا مظبوطة. هنغطيها ونسيبها 15 دقيقة بس. على ما العجينة بتاعتنا ترتاح معانا كده زي مسمار هنعمل بيه خرم في الجزازة، في غطا الجزازة كده او ثقب او فتح بالشكل اللي احنا شايفينه. وبعد كده العجينة خمرت معانا،
كده بنهبط ارتفاع العجينة، ومعانا جمع اللي هننزل العجينة بيه في الجزازة، او ممكن في علبة الكاتشب اللي انتوا شفتوها معانا دلوقتي، او ممكن علبة مستردة، كله شغال. في الوقت ده احنا معانا طاسة على البوتاجاز حاطين فيها زيت، الزيت بقى سخن معانا، وبعد كده خلينا النار متوسطة، وبسم الله الرحمن الرحيم ابتدينا كده نرش المشبك بتاعنا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وبالراحة خالص بحاجات من البيت. عملتي حلويات سهلة وبسيطة وحلوة خالص، وفرحتي بيها ولادك. اهو زي ما احنا شايفين كده، اول ما شمعت واللون العجين اختفى من فوق خالص كده ومسكت نفسها، قلبناها على الناحية التانية. يعني هي ما تخليهاش تاخد معاكي لون كده، خليها تطلع لونها ذهبي وحلو. بعد كده شايفينها الشربات معانا تجيل وبارد، هنشيل من الزيت وننزل على الشربات على طول. بعد كده هنعمل واحدة تاني على بال ما اللي هنعملها في الزيت تستوي، نطلع دي اللي احنا حطيناها في الشربات، هنحطها في مصفى علشان تنزل الشربات الزيادة اللي فيها. لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا بفكركم باللايك فضلا وليس امرا، واللي بيشوفنا لأول مرة ياريت ينورنا بالاشتراك. اهو هنعمل معاكم كده واحدة تاني اهو، يعني مش هتاخد معاكي وقت خالص، سهلة سهلة وبسيطة. اهو شايفين، يعني في منتهى السهولة، ولا محتاجة فرمة ولا محتاجة معانا مكنة ولا اي حاجة. اهو احنا زي ما شايفين كده يا جماعة. وخدي بالك الشوكة او المعلقة اللي هتستخدميها في الشربات غير اللي هتستخدميهم في الزيت طبعا. اهو زي ما احنا شايفين هننزل دي كده في الشربات وهنكمل لغاية ما نخلص. يلا قومي كده تشطري بكوبايتين دقيق واعملي احلى مشبك، مش هيكلفوكي حاجة. شايفين بسم الله ما شاء الله، خلصنا المشبك بتاعنا. الكمية دي كلها من كوبايتين دقيق ممسوحين وكوبايتين مية و3 معالق كبار من النشا، معلقة صغيرة من الخميرة وربع معلقة ملح. ان شاء الله اسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. شايفين يعني الفيديو شارح نفسه بنفسه، بسم الله ما شاء الله، شكله تحفة وطعمه احلى واحلى واحلى، ماسك نفسه كده وجامد، مقرمش من بره وهش من جوه. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا له مشاركة كتير مع اصحابكم علشان اكبر عدد يشوفوا، واللي بيشوفنا لاول مرة ياخد لفة في القناة وينورنا بالاشتراك، وان شاء الله هتنال اعجابكم. شايفين شكل المشبك، طعمه لذيذ يا جماعة. يعني أنا لو مش عاجبني بصراحة ما كنتش هنزل الفيديو وما كنتش هقول عليه حلو. يعني لما بعمل حاجة وما بتطلعش حلوة بصراحة ما بنزلش الفيديو من أصله. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.